بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها الدستور الجزائري وكيفية تمريره، وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة النقاط على الحروف بإعلانه تمرير الدستور الجديد على البرلمان على أن يتم التصويت عليه بالأغلبية من طرف ممثلي الشعب. هذه المادة تنص على أنه إجبارية مرور هذا المشروع القانون على المجلس الدستوري. يعني إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع التعديل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا يمس بالتوازن بين السلطات، ولا يمس بحقوق المواطن، هنا طبعا لابد وأن يبدي رأيا معللا. إذا مر على البرلمان المجتمع بغرفته تكون مناقشة، وفي نفس الوقت لابد موافقة 3/4 غرفة البرلمان مجتمعتين. أحزاب المعارضة اعتبرت أن مثل هذا القرار يعد بمثابة طعنة لهم، بما أن نتائجه واضحة حسب قولهم، والأجدر أن يمرر على الشعب. أن يمرر هذا الدستور عبر الاستفتاء الشعبي وليس عن طريق برلمان فاقد للشرعية، ومن ثم كان هذا مطلبنا منذ البداية. أعتبر هذا هو أول طعنة في هذا الدستور الذي لم نطلع على محتواه بعد. عدة جولات ماراثونية تمت فيها مناقشة تعديل الدستور دامت أكثر من 3 سنوات، فهل ستكون سنة 2016 المحطة الأخيرة ويتم الإعلان عن دستور جديد للبلاد؟